غياب صادم في تقرير أفريقي سري. لماذا حذفت كلمات النزاع والحرب من الوثيقة الأهم؟ وماذا يعني أن تغيب الجزائر وحلفاؤها من سجلات السلام؟ جريمة دبلوماسية أم صفعة مدوية؟ هل ما حدث في جنوب أفريقيا مجرد زلزال عابر، أم أنه بداية انهيار لتحالفات عمرها عقود؟ لغز يحيط بتحركات رئيس غير خطابه فجأة، وسفير ظهر في مكان لم يكن مفترضا به أن يكون فيه. اشترك الآن، لأن الإجابة ستقلب مصير منطقة بأكملها، وقد تطالك أنت شخصيا. المفاجأة: جنوب أفريقيا نفسها تنقلب على حلفائها. تصريح ناري من زعيم تاريخي يعلن: الحل الواقعي أصبح مغربيا، بينما تقرير البرلمان الأفريقي يسجل استقرار الصحراء كحقيقة دولية. فلماذا تصر أطراف على صنع أعداء وهميين؟ لكن الأسوأ لم يأتي بعد. ما حدث كان مجرد ضباب يخفي تحركات أخطر. لماذا تختفي الجزائر من المشهد فجأة؟ ولماذا يحاصر حلفاؤها بتحالفات ثلاثية تظهر من العدم؟ انتبهوا جيدا، شيء ما يحاك في الخفاء، شيء سيهز أركان المنطقة. هل المغرب هو الهدف، أم أن الخطر سينقلب على من خططوا له؟ تابعوا التفاصيل التي لا تذاع إلا هنا. في صفعة دبلوماسية مدوية للجزائر وجبهة البوليساريو، ناقش البرلمان الأفريقي خلال جلسة عمومية طارئة بمقره في مدينة ميرتراند في جنوب أفريقيا تقريرا رسميا حول حالة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، خاليا تماما من أي إشارة لما يروج له بخصوص نزاع مسلح أو حرب في الصحراء المغربية، ما يفضح مجددا الحملات الدعائية التي تقودها الجزائر والبوليساريو في المحافل القارية والدولية. والذي يعد من أهم الوثائق السنوية التي تصدر عن المؤسسة التشريعية الإفريقية، حيث يستعرض الوضع الأمني في القارة برمتها ويقيم جهود الاتحاد الأفريقي في منع النزاعات وبناء السلام. ولفت التقرير بشكل دقيق ومدروس إلى أن منطقة شمال أفريقيا تشهد استقرارا نسبيا، باستثناء ليبيا التي وصفها بأنها بؤرة التوتر الوحيدة في الشمال. وفي موقف يعكس تحولا لافتا في الخطاب المؤسساتي الإفريقي، لم يتطرق التقرير نهائيا إلى ما تسميه الجزائر والبوليساريو بالنزاع المسلح في الصحراء، كما لم يتضمن أي فقرة تشير إلى وجود حرب أو اضطرابات في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو تغييب يؤشر على تآكل صدقية السردية الانفصالية في الأوساط الإفريقية الرسمية، خصوصا أن التقرير استعرض بالتفصيل النزاعات المسلحة في كل من السودان، جنوب السودان، الصومال، ليبيا، الساحل، وغينيا بيساو وغيرها. ويأتي هذا الإغفال الصريح كصفعة مزدوجة للجزائر والبوليساريو، اللتين عملتا طوال السنوات والأشهر الماضية على الترويج لفكرة وجود توتر عسكري في الصحراء، في محاولة لاستدرار مواقف مساندة داخل المؤسسات القارية. وأكد التقرير أن شمال إفريقيا حافظت على حالة من الهدوء النسبي باستثناء الوضع الليبي، مشيرا إلى استمرار وجود قوات أجنبية ومقاتلين إرهابيين في البلاد، ما يفاقم التحديات الأمنية هناك. كما سجل التقرير استمرار معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة في مجالات الاتجار بالبشر والأسلحة، مبرزا الدور السلبي الذي تلعبه الجماعات المسلحة والإرهابية في تقويض استقرار منطقة الساحل. ويعد هذا التوصيف انسجاما مع الموقف المغربي الرسمي الذي لطالما شدد على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تنعم بالاستقرار وتحقق فيها تنمية متصاعدة رغم محاولات التشويش من أطراف خارجية. ومن خلال ما ذكر في التقرير، فقد أثبت المغرب مرة أخرى قدرته على الدفاع عن قضاياه داخل المؤسسات القارية بهدوء وحنكة دبلوماسية، مقابل ما يبدو أنه فشل متواصل من الجانب الجزائري في فرض روايته داخل البرلمان الأفريقي. ويرجح أن يستثمر هذا التقرير في المحطات المقبلة، سواء في قمم الاتحاد الإفريقي أو على مستوى مجلس السلم والأمن، لإبراز مغربية الصحراء واستقراره السياسي والأمني. وفي موضوع آخر،
في خروج إعلامي بدا مختلفاً عن خطاباته السابقة، خفف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من حدة لهجته المعتادة تجاه المغرب، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث اكتفى بتكرار الموقف التقليدي للجزائر بدعم جبهة البوليساريو دون التطرق إلى المستجدات الدولية المتسارعة أو التصعيد الكلامي المعهود. وقال تبون خلال لقاء إعلامي بث إن الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والصحراء الغربية لنيل إعجاب أي طرف، في تصريح بدا أقرب إلى التعدئة منه إلى التحدي، خصوصا في ظل غياب أي إشارة إلى الدعم البريطاني الأخير لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أو تصريح الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما الذي وصف المبادرة المغربية بالحل الواقعي للنزاع. تراجع تبون عن استخدام خطاب تصعيدي تجاه المغرب الذي كان سمة بارزة في خرجاته السابقة، يطرح تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا التغير. هل هو تحول استراتيجي نابع من ضغوط داخلية أو خارجية، أم هو مجرد تهدئة ظرفية تستبطن استعدادا لمواجهة دبلوماسية مقبلة، خاصة على ضوء التطورات الأوروبية والأفريقية المتلاحقة بشأن الصحراء؟ ينظر إلى هذا التبدل حتى وإن بدا مؤقتا على أنه محاولة من الجزائر لتفادي مزيد من العزلة الإقليمية، خصوصا في ظل تصاعد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، سواء من عواصم أوروبية أو من دول أفريقية كانت تحسب تقليديا على محور الجزائر جنوب إفريقيا. وفي موضوع آخر، ظهر السفير المغربي لدى الجمهورية الموريتانية حميد شبار في مقدمة مودعي رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أثناء مغادرته مطار نوكاتشوت الدولي عقب زيارة رسمية قام بها إلى موريتانيا. هذا الظهور أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من موريتانيا والجزائر، حيث اعتبر بعض المعلقين المشهد مخالفا للأعراف البروتوكولية، فيما رآه آخرون طبيعيا ولا يحمل أي دلالة خاصة. وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن مشاركة السفير المغربي في توديع رئيس حكومة أجنبية داخل دولة غير بلده، وتقدمه باقي الحاضرين، إلى جانب ما أثاره من تضخيم إعلامي من طرف وسائل إعلام جزائرية ومناصرين لجبهة البوليساريو اللوفصالية. الدور المغربي في العلاقات الإسبانية الموريتانية. تفاعلا مع هذه التساؤلات، يرى رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية نبيل الأندلسي أن حضور سفير المغرب في موريتانيا في استقبال وتوديع رئيس الحكومة الإسباني يمكن قراءته من أكثر من زاوية، في ظل غياب أي توضيح رسمي أو معطيات بهذا الخصوص. ومن الفرضيات الممكنة في هذا الإطار وفق الأندلسي هو أن المغرب لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإسباني والموريتاني بشأن القضايا المتباحث بشأنها، وساهم في إنجاح هذه الزيارة التي تناولت بشكل أساسي تعزيز التعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والأمن والتنمية. والمغرب بحكم موقعه الجغرافي ما بين إسبانيا وموريتانيا يجعله في صلب موضوع الزيارة ومعنيا بها بشكل مباشر. واعتبر رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أنه لا يمكن الحديث عن مخالفة للأعراف الدبلوماسية ما دام السفير قد حضر بدعوة من الدولة الموريتانية، ولا يمكن تصور حضور السفير دون دعوة رسمية طبعا، مشددا على أن الدولة الموريتانية دولة ذات سيادة، ويمكن أن توجه الدعوة لمن تشاء من ممثلي الدول لحضور مثل هذه اللقاءات والمناسبات في إطار تقدير المصالح والمجاملات الدبلوماسية، وهي ولا شك لفتة إيجابية من الجانب الموريتاني للمغرب. وبخصوص التضخيم الإعلامي للواقعة من طرف إعلام الجزائر والبوليساريو، أكد الأندلسي أن الآلة الدعائية الجزائرية مستمرة في التشويش على المغرب وتحاول تأليب الرأي العام الموريتاني ضد المغرب، وهذا توجه قديم وليس جديدا. ونبه المحلل السياسي وزارة الخارجية المغربية إلى ضرورة التعامل بالاحترافية المطلوبة في نشر المعلومة والتوضيح متى تطلب الأمر ذلك، وتفعيل مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلية
والفاعلين غير الحكوميين للتصدي للأخبار الزائفة وتوضيح المواقف الرسمية بالشفافية المطلوبة. من جهته، أشار الخبير في العلاقات الدولية ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي إلى أن العلاقات المغربية الموريتانية شهدت بالتزامن مع تعيين حميد شبار سفيراً للمغرب لدى نواكشوط حيوية لافتة، ومنذ تعيينه يساهم الرجل في تكريس تطور كبير على مستوى التنسيق مع الجارة الجنوبية موريتانيا. واعتبر الفاتحي أن الحضور اللافت للسفير المغربي في مراسيم توديع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بعد زيارته الثالثة إلى نواكشوط في ظرف سنة ونصف يشير إلى الدرجة التنسيق الثلاثي العميق في التعاون الاقتصادي والأمني، ولا سيما فيما يتعلق بمحاربة الجرائم العابرة للحدود الوطنية والهجرة السرية. ويرى المتحدث أن تبادل الكلمات مع رئيس الحكومة الإسبانية وحضوره ضمن الشخصيات التي ودعت رئيس الحكومة الإسبانية يؤكد على لعب المغرب دورا مميزا في تكريس التعاون الثلاثي إسبانيا والمغرب وموريتانيا. وتبرز الواقعة وفق الخبير في العلاقات الدولية تكريساً لحلف تعاون جديد بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا فيما يخص قضايا الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية على أساس مشاريع المبادرة الأطلسية، لا سيما بعد تأييد إسبانيا لمغربية الصحراء، مضيفاً أن في ذلك دلالة أخرى تؤكد وجود تنسيق لتوسيع دائرة الرؤى السياسية المشترك بين الدول الثلاث في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما فيما يخص قضية الصحراء التي تعد أحد التحديات التي تعيق تحويل المنطقة إلى وجهة اقتصادية للاستثمارات الأجنبية والدولية. وفي موضوع آخر، شهد الموقف السياسي في جنوب أفريقيا تحولاً لافتاً تجاه قضية الصحراء المغربية بعد أن أعلن جاكوب زوما الرئيس السابق للبلاد وزعيم حزب أومكونتو وسيزوي دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط، معتبراً إياها مقاربة واقعية لحل النزاع الإقليمي المفتعل تحت السيادة المغربية. وحسب خبراء ومحللين فإن تصريحات زوما المدعومة بوثيقة رسمية صادرة عن حزبه تمثل استدارة جوهرية داخل النخبة السياسية الجنوب إفريقية، وتؤشر على ميلاد رؤية جديدة تقطع مع عقود من الانحياز لأطروحة الانفصال، وتنخرط في دعم الشرعية الدولية ومبادئ الاتحاد الإفريقي في سياق يرشح لتقارب استراتيجي متقدم بين الرباط وبريتوريا. وفي هذا الإطار قال المساوي العجلاوي الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ الباحث بمركز أفريقيا والشرق الأوسط إن الموقف الصادر في التصريح الصحفي الذي يعود إلى جاكوب زوما بصفته زعيم الحزب الذي يعد ممثلا للقوة الثالثة في الانتخابات الأخيرة يأتي في أعقاب إصدار وثيقة مكتوبة من قبل هذا الحزب قبل شهرين ونصف تتعلق بموقفه من قضايا متعددة على مستوى عدد من القضايا الإفريقية، إذ أكد التصريح الصحفي هذه المرجعية. وأكد العجلاوي أن الأمر يعمي أن موقف الحزب بخصوص دعمه لمبادرة الحكم الذاتي يأتي في سياق ورقة تحدد منطلقات هذا الحزب، مشيرا إلى أنه يمكن التوقف عند كلمات محورية فيما صرح به زوما لما لها من دلالة، مما يظهر أن هذا الموقف مبني على مرجعية مبدئية وعلى تطورات سياسية ودولية، وهو قائم على عدالة القضية المغربية فيما يخص الوحدة الترابية والوطنية. النقطة الثانية حسب الخبير في العلاقات الدولية تتعلق بكون القوة الثالثة في المشهد السياسي بجنوب إفريقيا، أي الحزب الذي يمثله زوما، تنضم إلى القوة الثانية وهي التحالف الديمقراطي في دعمها لمبادلة الحكم الذاتي والقضية الوطنية، وهو ما يعني أن غالبية المشهد السياسي في جنوب إفريقيا حاليا تنتصر للمبادرة المغربية. أما النقطة الثالثة التي ذكرها الأستاذ الباحث فتتمثل في أن هذا الموقف يعد رسالة واضحة إلى الأطراف الإقليمية والدولية، مفادها أن جاكوب زوما بما له من قوة سياسية ومرجعية تاريخية يتخذ موقفا واضحا من نزاع إقليمي، موقف يعد مناقضا للموقف الرسمي الذي ما فتئ يوظف الصراع المغربي الجزائري ضمن محاولة تلميع صورة الحزب الحاكم، أي الحزب الوطني الإفريقي.
وخلص العجلوي إلى أن موقف زوما مؤسس على مرجعيات واضحة، كما أن هذا التطور يظهر أيضا جانبا آخر من الصورة، وهو أنه نتيجة للسياسة الحكيمة التي يقودها جلالة الملك، وهي سياسة رصينة ومبدئية قائمة على العمل بالنفس الطويل. وقد أشار زوما صراحة إلى لقائه بجلالة الملك سنة 2017 خلال القمة الإفريقية التي انعقدت في كوت ديفوار. من جانبه قال لحسن أقرطيط الباحث المغربي في العلاقات الدولية إن موقف جاكوب زوما الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، والذي يشغل حاليا منصب زعيم ثالث أكبر قوة سياسية في المشهد السياسي الجنوب إفريقي، يعد تحولا كبيرا على مستوى النخب السياسية بل وعلى مستوى الطبقة السياسية في جنوب إفريقيا ككل. وسجل أقرطيط ضمن تصريح لهسبريس أن هذا التحول يجسد تبني مقاربة جديدة تقطع مع عقود من الدعم السياسي والدبلوماسي للطرح الانفصالي الذي تمثله جبهة البوليساريو، وهو ما يبرز تحولا عميقا داخل البنية السياسية الجنوب إفريقية، خاصة أن الحزب الذي يتزعمه زوما يعد قوة سياسية نافذة داخل البلاد. وحسب أقرطيط فإن أهمية هذا التحول تتجلى في كونه جاء مستندا إلى وثيقة مهمة نشرت من طرف الحزب خلال الشهر الماضي، حيث أوضحت بشكل جلي السياق التاريخي والقانوني للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وقد ركزت الوثيقة بشكل لافت على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تنتمي تاريخيا إلى المغرب، وكانت دوما خاضعة لسيادتها الفعلية. وتابع: وعليه يمكن القول إننا بصدد عطافة تاريخية كبرى داخل جنوب إفريقيا تؤشر على قرب تحول الموقف الرسمي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مفيدا بأن هذا الموقف يطوي فعليا عقودا من الدعم الممنوح لجبهة البوليساريو، ويرسل في الآن ذاته إشارة سياسية قوية بأن ثمة تململا حقيقيا في الداخل الجنوب إفريقي لفك الارتباط مع الجبهة الانفصالية، ومن جهة أخرى رغبة في الخروج من المحور الإقليمي الذي كانت تشكله الجزائر وجنوب إفريقيا وكينيا، والذي ظل مناضدا لمصالح المملكة المغربية داخل القارة الإفريقية. وذكر أقرطيط أنه في الأشهر المقبلة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قد تشهد عودة محتملة لحزب زوما إلى الحكم، وإن حدث ذلك فإنه سيعني تلقائيا تبني جنوب إفريقيا رسميا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.